بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء نقدم لكم اليوم 21 من شهر هاتور المبارك. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بالتذكار الشهري لوالدة الإله القديسة مريم العذراء، شفاعتها فلتكن معنا آمين. وفيها أيضا من سنة 270 ميلادية تنيح القديس غرغوريوس المعروف بصانع العجائب أسقف قيصرية الجديدة، بركة صلواته فلتكن مع جميعنا آمين. وفيها أيضا من سنة 575 للشهداء 879 ميلادية تنيح البابا القديس قسم الثاني البطريرك الرابع والخمسون من بطريركة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بسمنود وترهب بدير القديس مكاريوس. صار هذا الأب سيرة فاضلة فانتخبوه بطريركا ورسموه في 14 أبيب سنة 567 شهداء 851 ميلادية. أرسل رسالة إلى أخيه بطريرك أنطاكيا عبرت عن وحدة الإيمان الأرثوذكسي، فجاءت الرد بتأييد العقيدة الأرثوذكسية. لحقت بهذا البابا وبشعبه بلايا كثيرة وأحزان شديدة خاصة بسبب الخلقودينيين، لكنه في وسط كل هذا كان يداوم على تعليم الشعب وتثبيته على الإيمان القويم. وبعد أن أكمل سعيه تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 494 ميلادية تنيح القديس يوحنا التبيسي الشهير بيوحنا الأسيوطي. ولد هذا القديس بأسيوط في أوائل القرن الرابع الميلادي من أبوين مسيحيين ربياه على الآداب المسيحية. مضى إلى برية شهيد، ترهب على يد القديس أوسوزوروس، وقضى هناك 5 سنوات في جهاد وعبادة. ظهر له ملاك الرب وأرشده أن يمضي إلى جبل أسيوط، وأقام هناك مغارة قضى فيها بقية حياته. اشتهر بالنسك الشديد، ورغم ذلك كان يقابل زائريه ببشاشة، وكان يقصده الكثيرين لطلب المشورة. واشتهر أيضا بالتنبؤ بأشياء قبل حدوثها، واشتهر بعمل معجزات. كان هذا القديس يحفظ السكون في المغارة لفترات طويلة، وعلى الرغم من هذا فإنه كان يقابل من يأتي إليه طلبا للمشورة أو الشفاء، وكان يشجع الزائرين له على الاهتمام بالفقراء والمساكين ودفع العشور التي كان يقسمها 3 أجزاء: الأول إكليروس، والثاني عمارة الكنائس، والثالث للفقراء. كتب هذا القديس مؤلفات عديدة وتفاسير العهد الجديد وأقوال روحية نافعة. ولما أدرك قرب نياحته التمس أن لا يطلبه أحد مدة 3 أيام، صرفها مصليا ثم تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن مع جميعنا آمين. وفيها أيضا تعيد الكنيسة بتذكار القديسين الشهداء حلفة وزكا ورومانوس ويوحنا الشهداء، وتذكار القديسين الشهداء توما وبقتر وإسحاق من الأشمونيين، بركة صلواتهم فلتكن مع جميعنا آمين. وفيها أيضا من سنة 1232 شهداء 1515 ميلادية تم نقل جسد القديس العظيم أنبا يحنس كاما القس من ديره الكائن ببرية الأديرة، والتي تبعد عن دير القديس أنبا بشوي بحوالي 3 كيلومترات إلى ناحية الجنوب الشرقي. وكان يوجد بها دير القديس العظيم الأنبا يحنس القصير وهو أكبرها، ودير القديس العظيم الأنبا يحنس كاما القس، دير الحبش، دير الأرمن، كذلك جبانة أو طافوس الآباء الرهبان. وقد تخربت هذه الأديرة في أواخر القرن ال15 وأوائل القرن ال16 بسبب تناقص عدد رهبانها جدا، وهجوم النمل الأبيض على أخشابها، وعدم مقدرة الرهبان القليلين جدا والفقراء جدا على تجديدها. وما زالت أطلال هذه الأديرة باقية وظاهرة حتى الآن. جاء ما تبقى من رهبان دير الأنبا يحنس كاما إلى دير السيدة العذراء السوريان، ومعهم رفات أبيهم الأنبا يحنس كاما في أنبوبة خشبية، ووضعوه في مقصورة بالدير، ومعهم كذلك الحجر الرخامي المدون عليه باللغة القبطية تاريخ نياحة هذا القديس 25 كياك سنة 575 للشهداء 859 ميلادية، وثبتوه في حائط الخورس الأول بكنيسة السيدة العذراء السريان، وما زال موجودا بها حتى الآن. بركة هذا القديس العظيم فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.